مسلسل للكبار بس، للكبار بس عشان خاطر فيه افكار لئيمه وشريره. مسلسل موجود على منصه نتفليكس اسمه ملجأ الأثرياء. تخيل ناس عاملين ملجأ تحت الارض عشان يحموا الاثرياء من الكوارث الطبيعيه اللي بتحصل في الكوكب، امراض بقى وحروب ولبلب، حاجه كده فظيعه. المسلسل ده بيمرر افكار لئيمه. انا بقول اهو بيمرر افكار لئيمه، يعني نخلي بالنا واحنا بنتفرج، ما تخليش حد يلعب في عقولنا. ليه بقى افكار لئيمه؟ الحلقه الاولى بنكتشف ان في ناس بتقرر ان هي تعمل الملجأ ده بتاع الاثرياء، والاثرياء بس هم اللي بيروحوا الملجأ ده لان بفلوس كتير جدا 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 جدا. في الحلقه الثانيه بنكتشف المشاكل، لا بس في الحلقه الاولى بيحصل جريمة قتل، لا بس غصب عن الولد. البطل ده بصراحة بيدخل السجن بيتمرمط مرمطة صعبة جدا، لكن بيطلع شخص تاني خالص ومختلف جدا جدا. بقى ما كان شخص رقيق وكيوت بيتحول. المسلسل موجود على منصة نتفليكس، مسلسل اسباني حلو قوي قوي قوي. حاجة مهمة جدا، الناس اللي اصلا عاملين الملجأ هم اصلا ناس شريرة، ناس شريرة في الاساس وفي الاصل. لما تشوفوا المسلسل هتفهموا انا قصدي ايه.